أسس بالعربي. مشاهدينا سمسي بي تي 7 بالعربي، اهلا وسهلا بيكم في شابتر 9 النيوتريشن. المواضيع اللي هندرسها النهارده مع بعضينا هناخد explains the role of macronutrients والميكرونيوترينتس. في فرق بين الماكرو والميكرو. الماكرو ببساطة هو عبارة عن الكربوهيدرات والبروتين والفات، أما الميكرونيوترينتس عبارة عن المينرالز اللي هي العناصر والمعادن اللي بتخش جسمنا وبيحتاجها، والفيتامينز اللي هي الفيتامينات اللي الجسم بيستخدمها وبيستفاد بيها في عملية التمثيل الغذائي. and hydration اللي هو شرب المية، وهنعرف ازاي نقدر نستفاد من التلاتة دول عشان الاوبتيمال هيلث. نمرة 2 هناخد compare scope of practice. scope of practice هنا عندنا جزئين. السيرتيفايد بيرسونال ترينر في الكورس ده مسموح له ببعض الحاجات خاصة بالنيوتريشن ومش مسموح له انه يتجاوزها، وده ببساطة اللي اسمه السكوب اوف براكتس اللي هو نطاق الممارسة. نمرة 3 هناخد identify الاستراتيجيز، هناخد استراتيجيات لللوس ويت نعمل ايه عشان نخفض وزننا، واستراتيجيات للجين ويتس، وايه هي اهم البدائل اللي ممكن نستخدمها عشان تكون في نفس الوقت مريحة للكلاينتس وفي الاخر تعمل افكتنج على البادي كومبوزيشن بتاعه. يلا بينا نبدأ الحلقة. أسس بالعربي. أول حاجة تعالوا نشوف مع بعض تعريف النيوتريشن. يعني إيه النيوتريشن؟ عشان لما حد يسألك هتلاقي إن هي عبارة عن النيوترينتس، العناصر الغذائية اللي بتبقى عبارة عن فود بيخش الجسم أو أي حاجة بتتشرب، يعني حاجة بتتاكل أو حاجة بتتشرب. بتعمل إيه الحاجة ديت؟ بسبورت انرجي نيدز، اللي بتلبي احتياجات الطاقة اللي الجسم بتاعي بيحتاجها على مستوى السيلر الخلية، وبيقدر من خلالها يعمل إيه؟ جروث وريبير، يعني نمو واصلاح، وكمان يعمل مينتننس للتشي، بيبقى حافظ على الانسجه بتاعتي، وريبرودكشن واعاده انتاج زي مثلا السبيرم، وكمان دايجيشن عمليه هضم، وريسبيريشن اللي هو التنفس، سواء التنفس الخلوي او التنفس على مستوى سيستم الجسم. تعالوا نشوف السكوب اوف براكتس اللي احنا اتكلمنا عليها من شويه. السكوب اوف براكتس هو نطاق الممارسه. البيرسونال ترينر لازم يعرف ويفرق ما بين الريجستر نيوتريشنست، وده بيكون من كليه طبيه جوه البلد اللي انت عايش فيها، سواء بقى ان كانت الكليه دي بتدي التخصص ده، حتى لو كانت كليه الزراعه او كليه الطب او كليه الصيدله ايا كان، بس ده ليه شيء. والكورس بتاعنا ده سواء من نسم او اي سي سي اي او ايس او ايا كان ما الكورس، ليك حدود في الممارسه بتاعتك، والحدود دي بتعتبر ليجالي يعني قانونيه، لان الريجستر نيوتريشنست هو ار ايه ليجالي كواليفايد، ده بيكون مؤهل بطريقه ليجالي قانونيه عشان يعمل ايه بقى؟ بريسكرايب ميديكال نيوتريشن ثيرابي، عشان يوصف ايه بقى؟ تغذيه علاجيه بهدف علاج امراض معينه، ودي طبعا خارج نطاق تخصصك خالص كاترينا. طب تعالوا نشوف فيتنس بروفيشنال كان دو وفيتنس بروفيشنال كانت دو. اللي يقدر يعمله الفيتنس بروفيشنال اللي هو المدرب الشخصي، يعني يقدر اول حاجه بروفايد نيوتريشنال جايد لاين فور ايه بقى؟ فور هيلثي بوبيوليشن، يعني يقدر يديك شوية جايد لاين كده عن النيوتريشن. يعني مثلا يا جماعة التغذية المهمة نحاول نتجنب الايه؟ الأغذية سيئة السمعة، الحاجات المقلية كتير، نحاول ناكل دهون صحية، نحاول نقلل من استهلاك السكر مثلا، على سبيل المثال حاجة كده ايه؟ for healthy population، هي أجل الصحة فقط لا غير. نمرة 2 evaluate client current eating habits، يعني العادات الحالية بتاعت العميل بتاعه يقدر يقيمها، وبروفايد جنرال ركز في جنرال بوجه عام بعض الارشادات. يعني مثلا انت بتاكل ايه النهارده؟ انا الصبح مثلا فطرت مش عارف سندوتش فول وكلت معاه طعميه وبعدين رحت مش عارف شربت بيبسي والكلام اللي انتوا عارفين ده، فيقدر يقول له لا والله الحاجات دي غير صحيه، لان بحكم ان هو درس بقى ايه الهيلثي وايه الان هيلثي، وحاول تبدل الحاجات دي بحاجات تانية زي التفاح زي الموز، لكن ما يحددش ميلز معينه بسعرات معينه تبقى بديله. تمام؟ عشان بس نفهم يا جماعه ونركز في الاختصاصات. تالت حاجة discuss the role، أهمية ودور البروتين والكربوهيدرات والفات. يعني بمعنى صح يقول له والله بص البروتين مهم جدا عشان الأنسجة والبناء وي 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 وي، وكل ما العضلات بتزيد كل ما يبقى إمكانية الحرق أكتر. طب الكربوهيدرات ليها دور مهم لتلبية الطاقة وي وي وي. الفات ما تحاولش. أسس بالعربي.
This is the most professional master trainer in the Middle East, Coach Ahmed Megahype, founder of Oso's Belarabi, a movement built to spread real fitness knowledge, helping other trainers learn the right way. Through sanity to nutrition, to injuries, to biomechanics, everything you need, all in one place. Join us now, this is your time. Step up strong.